لا، بقول الحمد لله والشكر لله. الاول توفيق ربنا سبحانه وتعالى كان محالفنا. 3 نقاط مهمين بتلعب الجديده في الجديده. كان ممكن الماتش يخلص اكتر من واحد، ولكن احنا ضيعنا فرص كتير. ولكن بقول ان شاء الله بالتوفيق للجديده، وبهدي الفوز ده لجمهورنا اللي غايب عننا النهارده بصراحه. وحشنا، ولكن احنا بنهدي له الفوز ده. كان نفسنا يبقى معانا، ولكن ان شاء الله يكون معانا ان شاء الله في ملعبنا ان شاء الله. هو دايما حاضر معانا جوه وبره. بشكر اللاعبين بصراحه. بشكر المكتب اللي دايما، والرئيس فيه مسانده كبيره لينا كلنا كفريق. وان شاء الله بقول التوفيق يكون محالفنا ان شاء الله الفتره الجايه، لان احنا بصراحه تعبنا من السنه اللي فاتت واحنا بنتعب. ان شاء الله لسه هنتعب تاني، عشان ان شاء الله عندنا طموح وعندنا رغبه ان احنا نعمل حاجه السنه دي مختلفه يعني. سي طارق، يعني واش كانت عندكم يعني النظره المستقبليه للنتيجه ديال المقابله؟ احنا والله لعبنا على العامل النفسي. احنا عارفين ان الجديده عندها مشاكل، تغيير مدرب وفي روح جديده، وكابتن طليبي طبعا راجل موجود معاهم قبل كده، عارف الاجواء، وراجل خبره وراجل مدرب كبير. ولكن احنا ضغطنا عليهم من قدام، عشان قلنا محتاجين ال3 نقاط. هم محتاجينهم واحنا محتاجينهم، بس الظروف مختلفه. احنا محتاجينهم عشان عايزين نلعب في المربع الذهبي. هم محتاجينهم عشان يقعدوا، فالضغوط عندهم هم اكتر. وانا قلت لعيبتي كده، قلت لهم الضغوط هتكون عندهم اكتر مش عندنا. احنا الضغوط الحمد لله ضغوط حلوه، ضغوط عايز تكسب. ولكن الحمد لله والشكر لله بهدي الفوز ده لكل الناس في اسفي ومدينه اسفي، واللاعبين والجهاز الفني والطبي والاداري والمكتب وكل الناس المسؤوله. لان احنا بصراحه، وهفضل اكررها، عندنا فرقه محترمه للسنوات القادمه ان شاء الله تقول كلمتها ان شاء الله باذن الله.